السلام عليكم خوتي وخياتي، صحة رمضانكم. جبت لكم فيديو جديد تاع غراتان ولا اروع تاع البطاطا والبيشاميل. جي ساهل ماهل، تبعوا معي الوصفه. الحاجه الاولى نحكموا البطاطا حسب افراد العائله، نحطوها تغلى في الماء والملح وشويه في الكحل، ويحب يزيد لها ورقه تاع روند يزيد لها. هنا في البول تاعنا نجيبوا كميه تاع البلونط بولي، نضيف له ملح في الكحل، شويه كمون، شويه توابل تاع الدجاج وبصل ملحي، ونديرو له البيض نلموه هكا كيما راكم تشوفوا. فوالا نربزوه بيان كيما راكم تشوفوا. هنا اللي حاب يزيد له فص تاع الثوم يزيد له فص تاع الثوم باش يجيكم بنين، وضيفوا له شويه تاع الزيت باش يجيكم الداخل ماشي ناشف، يجيكم شويه مخشم مشمخ. هنا نجيو نكبروا كريات عينكم هي ميزانكم، وحطوهم في الفرينه كيما انا راني ندير هنا. اذا شفتوا الدجاج تاعكم لصق لكم في يديكم، دهنوا يديكم بالزيت وشكلوا كريات كيما انا راني ندير. فوالا ومباشره نحطوهم في لافارين، نرمدوهم بيان كيما انا راني ندير هكذا. فوالا انا هنا ما حبيتش نقطع لكم الفيديو، قلت نخليه يمشي شويه باش تشوفوا كيفاش راني ندير. هنا اذا شفتوا حسيتوا الدجاج تاعكم جاكم شويه طري، زيدوا له شويه تاع الشابيور خلطوها ولا بها كيما انا ندير. هنا ما تكثروش بزاف البيض باش ما يجيكمش طري ويتعبكم في التشكيل. هنا الرمد قلت لكم في الفرينه، واما راني حاطين الزيت تسخن باش تسخن بيان، باش نرميو لي بولات نتاعنا داخل الزيت باش يتحمروا. ومن بعد ما طيب البطاطا تاعنا هذيك، نجو نمعسوها بيان بالفرشيطه، ونجو نحطوها في المول تاع الكغاتان، نسويوها بيان، نديروها كقاعده اولى، نسويوها بيان ونليسيو كامل السطح تاع البطاطا اللي فوق الكغاتان، نحطوها بجهه. بعد ما يطيبوا الكريات هذو، نستفوهم فوق البطاطا غابي. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا. هنا هذا اللي تعطيكم طفله معكم بنتكم ولا تعاونكم، نتوما ديروا الكريات وهي ترمد لكم في الفرينه باش تكملوا. كيما راكم تشوفوا تعرفوا رمضان فيه بزاف الشغالات، واحد يخدم واحد يرمد وواحد يقلي باش تكملوه. هذا كغاتا تقدروا ديروه في الدقيقه الاخرى، كي يقعد لكم ساعه للاذان تقدروا تخدموه وديوه في الكوشه يطيب ساهل ويجي بزاف خفيف. وجبت لكم مثلا وصفه البيشاميل اللي راح نديرها فوق الكغاتان، وصفه سهله وسريعه وتجي تخيليس، ما تجيش فيها الحبيبات، تجي شابه بزاف. فوالا هنا نجي نستف الكرايات تاعي باه نقليهم كيما راكم تشوفوا، نقليهم على نار متوسطه نورمال حتى كيطيبوا كامل من الجوانب. هنا اللي ما حبش يديروا على شكل كريات الدجاج، يطيبوا نورمال كيما تاع البوراك، يطيبوا عادي كي يطيب الدجاج تاعكم نورمال كيما تاع البوراك. ديروا بصل ومعدنوس وراكم تعرفوا ملح في الكحل، خلطوه مع هذيك البطاطا تكون ملحيه غابي، وديروه فوق البلا تاعكم وفرغوا فوقو بيشاميل. عندكم زوج طرق اللي تقدروا ديروا بها هذا الكغاتان. المهم هذا الكغاتان يحب بزاف الفرميج، اذا كان عندكم فرماج غير عمرو فرماج باش يجيكم بنين. نقعدوا نقلبوا فيهم مره باش يتحمروا كامل من الجوانب كما ما دايرين نقول لكم هكذا. انا ما حبيتش نسرع لكم الفيديو، قلت تشوفوا كلش المراحل واش راني ندير باش تفهموا. فوالا هنا بعد ما حماروا قلبتهم كيما راكم تشوفوا. هنا لازم تحمروهم بيان باش يجيكم الدجاج تاعكم بنين. فوالا هنا بعد ما قلت لكم استفت البطاطا تاعي هنايا في البلا، ما سويتها بيان، نجيو نستفوا الكريات تاعنا اللي طابوا لنا. فوالا هكذا
هنا اللي اذا كان عندكم كميه تاع الدجاج شويه زياده زيدوا ديروا. انا هذا واش كنت عندي الدجاج كميه صغيره. نتوما هي باش تجيكم معمر وشباب البلا تاعكم، ما تخلوش كامل الفراغات تاع ما تخلوش البطاطا تاعكم تبان، عمروها كامل بالدجاج. هنا نجي نحضر معكم البيشاميل. نديرو مغرف تاع الزبده نحطوها تذوب فوق النار. فوالا نخلوها تذوب. فوالا هنا بعد ما ذابت لي نضيف فوقها مغرف كبيره تاع الفرينه. هنا لازم الزبده تاعكم تذوب. فوالا بيشاميل راكم كامل تعرفوا كيفاش ديروها، مي كاين يعني يتعلموا معنا قلت نصورها باش يشوفوها. نديرو المغرف تاع الفرينه هذيك ونقعدوا نخلطوا فيها كيما كتشوفوا حتى الفرينه تحسوها بلي طابت، وهذيك الاخرى تحسوها نشفت. كي تحسوها نشفت بداو فرغوا فوقها الحليب وخلطوا بيان. فوالا هكذا. هنا بعد ما تخلطت بيان ديك الفرينه والزبده ندير شويه حليب ونقعد نخلط حتى تولي داك الخليط يولينا ليس. من بعد نزيدو نبقاو نضيفو في الحليب ونخلوها طيب حتى كي تعقد لنا. شوفوا هكذا لازم تكون لا تكستير ديالها ما تكونش فيها الحبيبات، لازم تكون لا كريم تاعكم ليس. هنا نكمل نفرغ الحليب تاعي ونقعد نخلط ونقعد قدامها حتى كي تعقد. هنا نجيبو فيه فوي ونخلطو مليح هذيك لا كريم باش ما تلصقناش في لو فون تاع الكسرونه، ونخلطو حتى كي تعقد. فوالا هنا كي طيب اللي يحب يزيد لها نص حبه تاع بيض يزيد لها باش تجيكم صوص موري. انا هنا ما زدتلهاش خليتها بيشاميل عادي، شو كي نزيدو لها البيض للبيشاميل تولينا صوص موري. فوالا هنا بعد ما عقدت لي نجي نضيف لها قطعه تاع الجبن حوالي 50 غرام وندخلها معاها خلطوها بيان كيما راكم تشوفوا. ونعمر البلا تاعي بالبيشاميل. ما تنساوش ديروا الملح وفلفل الكحل، واللي كانت عنده جوز الطيب يدير جوز الطيب باش تجيكم بنينه لا بيشاميل تاعكم تجي بنينه. فوالا هكذا نحركوها بيان ونخلطوها حتى كي تعقد. فوالا هكذا. هنا البيشاميل تحب الفرماج بتجيكم بنينه، من الفرماج تجيكم بنينه تجيكم هايله. فوالا لازم نذوبو مليح هذاك الفرماج. فوالا دوك هنا نجيو نفرغوها فوق الدجاج تاعنا والبطاطا. فوالا بهذه الطريقه. اسهل الكراطان ما كاش اللي ما يقدرش يديرو، ساهل دقيقه الاخر تقدروا ديروه. هكذا من بعد نعمروه بالفرماج. واش كان عندكم فرماج ديرو، تحبوا غرويير تحبوا فرماج سلايز تاع لي كراطان كيما بغيتو. انا توفر عندي هذا الجبن الشيدر درتو. انا دخلتو شويه الكوشه ما دخلتوش بزاف باسكو ولادي ما يحبوش محمر، يحبوه شويه ابيض باش يحسوا بالذوق البيشاميل. وانتم اذا حبيتوه محمر دخلوه حتى يتحمر باش ديروا الفرماج تاعكم باش يذوب. فوالا هنا بنتي اللي كانت تواسي في الفرماج كتعاون فيا قلت لها ديري الفرماج وانا نصورك. فوالا هذا هو الكراطان تاعنا تاع اليوم. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها. ما تنسوش بالبارطاج وديروا جيم. نتلاقاو في وصفات اخرى ما خير سهلين واقتصاديين. مع السلامه وصحه فطوركم.